بقول لحضرتك من كام سنة كان لينا جارة، فهي كانت مؤذية جدا. فحضرتك كان في قطط على السلم، فكانت دايما تحط لهم شطة. وبعد كده في مرة من المرات كنت واقفة في البلكونة، فلقيت قطة قامت تقريبا مرمية من فوق السطح. اوكي. فأنا طبعا يعني شفت المنظر تأثرت جدا، فقلت اللهم امين يا رب، اللي رمى القطة دي اللهم امين تحصل له نفس الشيء ديت في اغلى عن ما عنده. بعدها تقريبا باسبوع فكان حصلت مشكله جامده في بيت الست ديت، وقام بناء على ابنها كان مصلي وكويس جدا جدا وبيتقي الله في كل شيء، وبعد كده قام الولد ده بناء على المشكله قام رمى نفسه. فانا الوقت حاسه ان انا ذنب في الدعوه ديت. فحضرتك استغفر الله العظيم. لا ما ولا يهمك، انا فاهم اللي انت قلتيه. فبقول ويمكن انا اكون الوحيد في العالم اللي هيجاوبك. طب اسمعني بس يا دكتور. فالولد ده حاضر عينيا هسمع، عينيا يا اختي. طب سؤال صغير قد كده تنتوفه، انا غلطان اني قلت لك ان انا الوحيد اللي هجاوبك، لانك ما انتش عايزه حد يجاوبك وهتفضلي لتاته وعجان. يا بنت اسمعي، يا بنت اسمعي، انا هسالك سؤال صغير، اسمعي بس يا بنت. رد عليا يا امل، اللي بتكلمي مكالمه دوليه. انت مش قصدك تساليني الدعوه اللي انت دعتيها لما اتحققت تعباكي جدا؟ طب امال ايه بقى؟ هتكملي ايه؟ عملت له عمره، طلعت عملت له عمره حضرتك. تعملي عمره غلط، ولا الكلام ده له اي لازمه. وبدعي له على طول في صلاه. طب اسكت ولا تدعي حتى، انا هقول لك الاجابه، بقول لك انا الوحيد، يا روح امك. اتفضل. وروح جوزك وروح انا كمان، يلا. الله يخليك. اسمعي يا اختي، لما نفتح التمهيد ابن عبد البر على الشمال هنقرا اللي هقول لك عليه ده. واحد من الصحابه اخوه كان مات، فلبس جلابيه اخوه الميت، فقابله واحد قال له تلاقيك كنت فرحان لما اخوك مات عشان تلبس جلابيته. طبعا هو ما كانش فرحان، اللي هي التعليقات بتاعتنا احنا، الربط احنا لما نربط بعبقرياتنا السوداء ونخرب بيوتنا. انت تلاقيك زعلان عشان انا ما عملتش ما اعرفش ايه، انت تلاقيك مقموص عشان لقيت امي هنا. حرام عليك يا دجاله يا مفتريه. مين قال لك انه متضايق عشان امك هنا؟ متضايق في مليون حاجه تضايقه. ليه حكمتي ليه؟ بايه؟ فقال له تلاقيك فرحان ان اخوك مات عشان انت تلبس الحته الزفره دي. فالتاني من غيظه قال له الهي تشوف اللي انا شفته، واخوك يموت وتلبس انت كمان جلابيته. ومات اخوه، وبالفعل واللي حصل كده. قال ايه بقى الصحابي الاولاني اللي هو علاجك يا اختي بتاع العمره؟ قال ايه؟ قال دعوه وافقت قدرا واورثت بغضا. يعني اللي انا قلته ده وافق القدر، اخوه كان هيموت سواء انا قلت او ما قلتش، فانت قلت الهي اللي عمل كده يحصل له. مفيش دليل يا اختي واحد على ان دعوتك استجيبت، لا كان هيرمي نفسه. بس انت دي الدعاء بتاعك صادف القدر يا اختي. الكلام ده غالي جدا، لا هيتكلفك بقى عمره ولا هيكلفك حاجه غير انك تستعيذي بالله وتستغفري. انت لا قتلتيه ولا لقحتيه عشان تروحي تعملي له